كنت في مكان صعب، كان وقت عصيب عليّا، أنا لحد دلوقتي مش قادر أستوعب أنا إزاي قدرت أعمل كده، إزاي قدرت أبطّل شُرب بيبسي وكوكا كولا، فعلًا الموضوع كان صعب، بس أنا قدرت وبطّلتهم. يا حرام! لو بجد أنت بتفكّر كده، فأنت محتاج تراجع نَفْسك، لو أنت متخيّل إنّك جيت على نَفْسك ويا عيني مش هتشرب البيبسي وكوكا كولا على الغدا، إخواتك هناك مش عارفين يشربوا مَيّة وغصبٍ عنّهم، أنت فعلًا مش بتجبّي على حد، لمّا تقرّر إنّك تقاطع أو تقرّر إنّك تتكلّم عن القضية وتنشر ويبقى صوتك موجود، أنت كده مش بتجبّي على حد، أنا شايف إن دي قضيتك، إنّك لازم تعمل كده، إنّك مطالب تعمل كده، ما فيش حل تاني. سكريبت الفيديو ده مكتوب من سنة، تقول لي من سنة إزاي؟ دي الأحداث أصلًا حصلت 7 أكتوبر. انت بتتكلم عن منتجات الناس بتشاركها كل يوم مشاكل الغرف. ملايين من الناس كل يوم بتشرب بيبسي كوكا كولا كتير جدا كتير جدا. ملايين من الناس كل يوم بتشرب بيبسي كوكا كولا. الفيديو ده كان هيبقى عبارة عن وثائقي بين شركة كوكا كولا وبيبسي والحرب اللي بتدور ما بينهم وتاريخهم ومشاكلهم مع بعض، والفيديو اتصور منه مشاهد وتقريبا السكريبت كان جاهز. معانا شركتين بيبسي وكولا، بس بعد كده انا مبقتش عايز اتكلم عليهم، مبقتش عايز اوثق الحاجات بتاعتهم، بس بقيت عايز اقاطع بيبسي وكوكا كولا. بص شئت ام ابيت، شركتين بيبسي وكوكا كولا شركتين كبار وعملوا من وراك فلوس زي الرز، بس مش عايزينهم، مش عايز اشرب، مش عايز انتعاش. كل مره بيحصل ضرب وغزو همجيه، كل العبط اللي بيحصل ده وانت مش ما بيبقاش في ايدك حاجه. انا هعمل ايه طبعا عشان يفرق؟ انت المره دي في ايدك حاجه تفرق بيها، في ايدك انك تقاطع، في ايدك انك تضرهم فعلا، حاجه على ارض الواقع، مش بس انك بتنزل على السوشيال ميديا انك متضامن مع فلسطين. بقى عارف هي حاجه مش وحشه انك تنزل على السوشيال ميديا، لان انا بقول لكم انت مش بيبقى في ايدك حاجه تعملها. انا مش عارف اعمل ايه، طيب مش عارف. عشان كده المره دي الموضوع مختلف. لو انت مش مقاطع ففكر فيها، لو انت مش بتتكلم عن الموضوع فكر فيه، فكر ان الموضوع هيفرق، الموضوع هيضرهم ماديا تسويقيا، هيضرهم باي طريقه. لو هيأثر بنسبه نص في المية اعمله، احسن ما تكون مش بتعمل حاجه. مدى قوة هذه الحملة ومدى استمراريتها. اصلا فكره انك بتتكلم عن الموضوع وعمال تشير هنا ومقاطع المنتجات دي واصله لاخواتك هناك، دي واصله لهم في غزه هناك، وعارفين ان انت بتعمل كده عشانهم، بتعمل كده عشان انت فعلا عايز تكون جزء من القضيه دي، وانت شايفها ان هي قضيتك مش قضيتهم بس، دي قضيتنا كلنا. وهيوصل لهم هناك كمان انك ما عندكش مشكله انك تضحي بحاجه بسيطه، بس اللي هو يا عيني مش هتشرب بيبسي كوكا كولا مع وجبه الكنتاكي بتاعتك اللي بتاكلها في الدينر بتاعك كل فرايداي وكل الكلام ده. بجد الواحد ما ترددش لحظة انه يقاطع، انه يبطل الحاجة دي. وانا دايما بقول ودايما ببص لها كده ان الموضوع جه كده عشان الحاجات اللي احنا مدمنين عليها نبطلها، وانت بطلتها وما حصلش حاجة. فاذا لو انت عايز تبطل اي حاجة هتعرف تبطلها لو انت عايز. كلنا عارفين اضرارها، كلنا عارفين المشروبات الغازيه بتعمل ايه، وعشان كده بقول لك اوعى تتكسف ان انت كنت من كام شهر لسه بتشربهم عادي وما عندكش مشكله، ودلوقتي انا مقاطع او مش بشربهم وكده. اوعى تتكسف من ده، عادي جدا. انت كده كده كنت عارف ان كترهم غلط وانك ما ينفعش تفضل مدمن عليهم وبتشربهم كتير، بس فكر فيها ان ممكن يكون الموضوع ده جه عشان تقلل منهم او عشان تبطل شرب مشروبات غازيه عموما اللي انت مدمن عليها. مش مهم بطلتها ازاي، مش مهم الموضوع جه ازاي، المهم ان انت بطلتها، المهم ان انت دلوقتي مش بتشرب مشروبات غازيه، ده المهم. انا مش محتاج اقول لك حاجات تخليك عايز تقاطع بيبسي كوكا كولا للابد او تكره بيبسي وكوكا كولا اكتر ما انت دلوقتي كارههم على الحاجات اللي هم بيعملوها. بس تعال، هل انت عارف ان كوكا كولا الوصفة البدائية بتاعتها اول لما جون بيرمرتون عمل الوصفة بتاعتها كان فيها بعض من الكحول، كان فيها بعض من الحاجات اللي بتظبط الدماغ، الحاجات المزاجية. وبعد كده بقى لما كوكا كولا اتطورت واحدة واحدة يعني شالوا منها الكحول، شالوا منها الحاجات المزاجية، وبقت بالصودا الحاجات بقى اللي هي الكوكا كولا اللي انت عارفها دلوقتي. يعني كوكا كولا في الاساس كانت مزاج. I'm just saying كوكا كولا. وفي حاجات تانية كتير بتحصل من تحت الترابيزة كده، والمفروض ان هي تحت مسمى البيزنس. يعني زي مثلا ان في مرة كوكا كولا عشان توسع النطاق بتاعها كده وسط الشباب والاطفال والكلام ده، راحوا كلموا مدرسة كده انهم يبنوا في المدرسة يعني اماكن رياضية، باسكت، ملعب فولي، مقابل ده ان هم يحطوا الثلاجات بتاعت كوكا كولا جوه المدرسة عشان الاطفال والعيال الشباب والمراهقين طول ما هم قاعدين في
المدرسه يعني نيجي نجيب كوكاكولا، مع انهم عارفين ان كوكاكولا كترها غلط وبتاثر، خصوصا لو انت لسه يعني بتبلغ لسه بتنضج. بس هم حطوا البيزنس نمبر 1 اللي هو احنا عايزين نجيب مبيعات، وعن طريق ايه؟ عن طريق العيال الصغيره. صديق بيبسي الجميل، انت فاكر انك هتفلت مني؟ تعالى اقول لك على حاجه. عارف المدارس اللي كوكاكولا راحت اتفقت معاها ان هم يعملوا ثلاجات جوه، اللي انا لسه حكاها لك دلوقتي؟ شركه بيبسي بقى غارت من الموضوع كان حرب ما بينهم. فشركه بيبسي قالت طب ازاي الشباب هيشربوا كوكاكولا اكتر كده؟ لا احنا ما يرضناش الكلام ده. فراحوا اتفقوا مع حد من البيوت اللي قدام المدرسه دي، واحد عنده بيت كده جميل، فاتفقوا معاه ان هم يحطوا ثلاجه لبيبسي قدام البيت بتاعه قريب من المدرسه. بالتالي العيال وهم مروحين عايزين برضه حاجه انتعاش، لسه مخلص يوم دراسي طويل مدرسه يا الهي، فيلاقوا البيبسي فيشربوا منها. ايوه كوكاكولا وبيبسي ما عندهمش مشكله يأذوا الاطفال. الفيديو ده ما كانش هيطلع للنور، ما كانش هيتعمل، لان بعد ما حصلت الاحداث فانا قلت اكيد مش هتكلم عن بيبسي وكوكاكولا يعني، وهتكلم عن الحرب بينهم وثائقي والكلام ده. بس بعد كده فكرت فيها وقلت طب ما خلينا نحول الفكره، تعال نقلب الترابيزه. فانا دلوقتي بفكرك وبفكر نفسي اننا ما نبطلش كلام عن القضيه، اننا ما ننساش القضيه، ان التايم لاين ما يرجعش زي ما كان واللي هو اكن ما فيش حاجه حصلت. لان ده اللي انا شايفه دلوقتي، ان الناس ابتدت تنسى، ان كلنا ابتدينا ننسى، ابتدينا نرجع عادي حياتنا الطبيعيه. ما بقولش ان انت توقف حياتك، بس دايما انشر، اعمل لايك، اعمل شير، اعمل كومنت، اي حاجه بتفرق، اي حاجه بتساعد. افضل مقاطع للابد. ايه اللي هيحصل يعني لو ما شربتش بيبسي وكوكاكولا؟ يعني عايزك كده تقنعني. يعني انت قعدت فتره اهو من غير ما تشرب بيبسي وكوكاكولا، من غير ما تاكل كنتاكي، من غير ما تاكل ماك، من غير ما تشرب ستاربكس. هل حاجه حصلت في حياتك؟ حياتك اتبدلت، اتغيرت؟ هل في حاجه حصلت؟ مفيش حاجه حصلت. اذا خليك مقاطع للابد. انا في الفيديو ده اكيد مش بتكلم عن بيبسي وكوكاكولا بالخصوص، مش خاصصهم بالموضوع. اي حاجه المفروض تقاطعها قاطعها، اي حاجه مش تمام بتاثر عليك بطلها. فانت لو جيت تفكر فيها شويه كده هتلاقيها فرصه جميله، فرصه عظيمه انك ترجع وتبص على حياتك كده من فوق بنظره واسعه شويه، وتشوف ايه الحاجات اللي انت فعلا مدمن عليها، وايه الحاجات اللي ملهاش لازمه في حياتك، ملهاش اي 60 لازمه في حياتك، وانك تبطلها وتبدلها بحاجه احسن. فبجد لو حد عنده حاجه مش تمام بيعملها، حاجه في حياته مش تمام، كلام ليكوا وكلام ليا، نحاول نبطلها، نحاول نمشي في الرحله دي مع بعض، اننا نجاهد نفسنا ان احنا نبطل الحاجه دي، او ان احنا ننتظم على الحاجه دي. موضوع العادات وان انا استمر في عاده وان انا ابطل عاده ساحلني بقاله فتره، ممكن تكون دي فرصه. انا شايف الموضوع من الناحيه دي. واحنا عمالين نتكلم عن بيبسي وكوكاكولا ومشروبات غازيه، مش عارف احنا محيرين نفسنا ليه؟ احنا مش لاقيين حاجه نشربها يعني؟ هل هو مأثر معانا في حاجه؟ دايما معانا، دايما موجود، دايما مش بيخلص. ايوه بيبقى فيه سكر كتير، والسكر غالي، والسكر غلط كتره، بس هو ما اثرش معانا في حاجه. دايما جدع، دايما راجل معانا، فاحنا كمان مش عايزين نسيبه لوحده، عايزين دايما نكون فاكرينه. بس هنقول كلام مع بعض على جنب، بس عشان هحبس، بس مش هروح احبس واجي. بس كده يا جماعه، دي كانت كل حاجه عندي في الفيديو، وانا مبسوط جدا ان انا عملت الفيديو ده، مبسوط ان انا اتكلمت وما سكتش، مبسوط ان انا شاركت باي حاجه حتى لو كانت حاجه بسيطه، حاجه قد كده، بس ان انا ما سبتش الفيديو وان انا قلت خلاص انا مش هعمله، لا قمت وعملته. والفيديو ده هيفكرني دايما ان انا افضل مقاطع، هيفكرني ان انا دايما اتكلم، ان انا دايما اشير، ان انا دايما في اي قعده ان انا اتكلم عن الموضوع واقول لا قاطع. الفيديو بطريقه او باخرى هيفكرني بالموضوع دايما، هيفكرني دايما بفلسطين. بتمنى ان انت لو كنت ناسي او خلاص الموضوع بالنسبه لك بينام وهنرجع حياتنا عادي زي ما هي وكده، ان الفيديو يكون عمل معاك اي حاجه وفكرك زي ما هو فكرني انا كمان. وعشان ما انساش كمان هسيب لكم لينك الويب سايت بتاع الحاجات المنتجات المقاطعه، لو لسه حد يعني ما يعرفوش لحد دلوقتي هسيبه لكم في الديسكربشن تحت، يبقوا روحوا وشوفوا ايه الحاجات المقاطعه فعلا. والموقع جامد جدا لانه جايب لك كل حاجه، ولو لها بديل جايبه لك، وجايب لك كمان هي ليه مقاطعه. فبس ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين والحريه لفلسطين، واحنا لسه بنتكلم ولسه بنقاوم. فبس كده، وإن شاء الله اليوم قادم، اليوم قادم. محدش عارف امتى، بس إن شاء الله، إن شاء الله. يلا، إلى اللقاء.